جنيه، لو احتاجنا 200 جنيه. شيخ الازهر فينك فينك، شيخ الازهر فينك فينك، والتعيين ما بيننا وبينك، والتعيين ما بيننا وبينك. بناخد 260 جنيه كل شهرين وبنتعرض للتهديد بالرفض كل يوم. مين اللي بيهددك؟ مين اللي بيهددك؟ المنطقه، الموجهين زي ما انت شايف حضرتك كل يوم يجوا ومانعين عننا دفتر الامضاء والحضور والانصراف. الغريب ان الموجهين حاولوا طردي من المدرسه، الغريب ان الموجهين حاولوا منعي من التصوير، الغريب ان الموجهين حاولوا يتعدوا عليا. ايه اللي حصل ده؟ الصبح قالوا هنجيب الاسم ونطرد المدرسين بره المعهد. النهارده الصبح اتقال لنا الكلام ده، قالوا هنجيب الاسم ونطرد المدرسين بره. الموجه لازم يدفعك بعرض الحائط. ليه يا فندم؟ اولا دي مشكله هو يتحملها، مشكله الاولاد دي المفروض هو يتحملها. هو المفروض بقى يا يعين المدرسين دول يا يوجد لهم بقى، شوف يجيب لهم مدرسين منين؟ المدرسين دلوقتي شغالهم بقى لهم عقودات موسميه بقى لهم 12 سنه، في منهم 8 سنين، في منهم 6 سنين، اقلهم خالص 3 سنين. الناس دي بتاخد 260 جنيه، عايشه ازاي؟ وعود من شيخ الازهر وعود من المنطقه. الواجهين دول كلهم عملنا اضراب قبل كده، كلمونا وبالسياسه عشان مصلحه الاولاد طلعنا ودرسنا للاولاد وقالوا لنا اخركم خالص 15/10. انت كمدرس قادر تدرس للطلبه دي في ظل الظروف دي؟ يا فندم حضرتك الوضع مش بره بس اللي سيء، الوضع جوه اسوأ. حضرتك احنا بنشتغل بقالنا في ناس 8 سنين و9 سنين وفي 10 سنين وفي ناس وصلت ل 14 سنه، كل سنه وعود بالتثبيت. بنشتغل بمرتب 260 جنيه بيجي لنا بعد 55 يوم. يعني 260 جنيه عن 55 يوم؟ 55 يوم. هو العمل في اي حته في الدنيا شهر، عندكم 55 يوم؟ عندنا هنا الشهر ده ايه؟ بيجي مخصوم منه يا فندم 100 جنيه. طب بنسال يا جماعه ال 100 جنيه دي خصم ليه؟ يقول لي تامينات اجتماعيه وتامينات صحيه. واحنا مالناش. بنروح نسال في التامينات الاجتماعيه يقول لي انت مالكش تامين. طب بتقتطع مني 100 جنيه كل شهر ليه؟ بس المواجهين يقولوا لنا اطلعوا من الفصول، وقفوا على فصول ابتدائي ونقعد نسكت فيهم، واحنا يا مستر اللي نطلع نقول بيطلعوكي تقفي على فصول ابتدائي كانك مدرسه؟ ويقولوا لنا سكتوهم ويخلونا نمسك عصايه. طلعوا تاني يقفوا علينا، ويوم ما حد يعمل حاجه يطلعوهم للمدير والمدير عشان يضربونا. هم اعدادي بيقفوا طالب بيقف عليك؟ لا اعدادي بيقفوا علينا احنا. طلبة اعدادي بتقف على الفصل بتاعك تعمل ايه؟ بيفضلوا نتكلم بيمسكوه يطلعوه للمدير والمديره ويضربونا. اقول ان انا باجي من الساعه 6 الصبح بقف لاخر النهار لبعد العصر.